اول ما شفت مبابي وهو داخل الملعب قلت الراجل دوت مش هيعمل ب 3 جنيه في الماتش. هو بيبان على اللاعب مبابي لاعب تقيل فشخ، ولكن الماتش دوت باين من دخلتك ان الماتش دوت مش بتاعك، انت مش هتعمل فيه ب 3 جنيه. فما فيهاش اي مشكله اما التوب بلاير عندك ما يبقاش في اليوم بتاعه تطلعه. طلعه يعني، انت لو طلعته اقسم بالله العظيم النتيجه كانت تتحول. ودوت لا يقل من مبابي يعني، اصل برضه مفيش لاعب بيلعب مثلا في السيزون فوق 60 ماتش كل الماتشات هيلعبها ايه في التوب، يعني مستحيل. توقع مني وعايز برضو اعرف توقعاتكم ايه، وحط لايك للفيديو واتفرج عليه للاخر، ولو ما عجبكش شيل اللايك عادي يعني مش هتخسر حاجه. ها طب قبل بس ما نقول التوقع ما بين برشلونه وباريس سان جيرمان، شوف بس اللي حصل في لقاء الذهاب يعني. بص، هو لويس انريكي عمل حاجه انا عمري ما شفتها في حياتي، ان الراجل بيلعب بخط نص كله رقم 8، يعني بيلعب بخط نص كله لعيبه هجوم. يعني انت كان عندك فابيان رويز وعندك كانجلي وعندك فيتينيا، الثلاثه رقم 8، بتلعب قدام مين؟ قدام برشلونه. وبرشلونه مش هفق ولا ضعيف ولا تعبان الموسم دوت ولا كل الكلام ده، برشلونه تقيل قوي. انا مش عارف ازاي الراجل دوت جاله القلب والعقل ان هو يعمل كده يعني. اللي انا اعرفه ان هو الراجل دوت هجومي، والراجل دوت بيحب الاستحواذ، والراجل دوت بيحب ايه، السكسي فوتبول 1 2، تحس كده ان ايه في حلويات في الملعب. ولكن اللي انت عملته دوت ده بعيد كل البعد عن كرة القدم، ده حاجة اسمها عبث يعني. الحاجة ديت انت لو بتلعبها في البلاي ستيشن برضو مش هيجيلك العبث اللي انت تعمل كل الكلام دوت. النص دوت اهم واقوى خط لازم يبقى موجود عندك. ليه؟ ان الخط دوت هو اللي بيربط لك ما بين الهجوم والدفاع. الخط دوت لازم يبقى ايه، مشكل كده، ايه يعني، في حد دفاعي، في حد بوكس تو بوكس مثلا، في حد هجومي، حاجه توليفه يعني. الخط ده بيبقى توليفه. لكن ان انت عملت ايه، كله هجومي، كان حرفيا انت شلحت نفسك دفاعيا. تعالى بقى هجوميا، انت عندك واحد زي اسينسيو، انت بتلعب بيه على اي اساس يعني؟ مثلا عشان الراجل دوت كان في ريال مدريد فهيشوف برشلونه هيجي عليها وهيجيب فيها جوان يعني؟ يعني ده فكر مراهقين لو انت بتفكر كده، فدوت فكر مراهقين. دي اول حاجه. طب لو انت مثلا بتفكر غير كده وان الراجل دوت مهاجم، الراجل ده كسر مهاجم يعني، اكيد ريال مدريد مش هيديك لاعب في السن دوت غير لما يبقى ايه، بص، كسر الكسر. فانت بقى جبت لاعب كسر الكسر وبتلعب بيه في التشامبيونز ليج في خروج مغلوب، اللي هو ازاي يابا؟ قول لي بتاع، قول لي فكرت فيها ازاي. دي اول حاجه. تاني حاجه ان انت عندك امبابي، اول ما شفت امبابي وهو داخل الملعب قلت الراجل دوت مش هيعمل ب 3 جنيه في الماتش. هو بيبان على اللاعب امبابي لاعب تقيل فشخ، ولكن الماتش دوت باين من دخلتك ان الماتش دوت مش بتاعك، انت مش هتعمل فيه ب 3 جنيه. فما فيهاش اي مشكله اما التوب بلاير عندك ما يبقاش في اليوم بتاعه تطلعه. طلعه يعني، انت لو طلعته اقسم بالله العظيم النتيجه كانت تتحول. ودوت لا يقل من مبابي يعني، اصل برضه مفيش لاعب بيلعب مثلا في السيزون فوق 60 ماتش كل الماتشات هيلعبها ايه في التوب، يعني مستحيله. سبحان الله جت على الماتش المهم دوت ومبابي مبقاش في اليوم بتاعه يعني، عادي مشيها. ما انت برضه عندك لعيب يسد مكانه يعني، انت برضو والله العظيم عندك لعيبه حلوه. انت عندك واحد زي باركولا، ما تنزله يعني، طلع امبابي ونزله هيلعب معاك. عندك واحد زي كولو مواني، الراجل دوت برضه هيلعب معاك كويس. نزل اللعيبه ديت ويخلي عندك الجرأه زي اللي كانت عندك في الدوري، خلاها في الابطال. طلع امبابي ما حدش كان هيلومك والله غير امبابي، بس يعني انت بتلعب لمصلحه الفريق مش مصلحه لاعب. دوت كان اكبر خطأ وقع فيه انريكي، ان هو كان بيلعب بلعيبه يعني خط نص غريب. عندك اللعيبه اللي الاداء بتاعها مش توب، الراجل برضه مصمم يلعب بيهم. مش عارف بقى هو لو تدارك الخطأ دوت هيعمل ايه، مش متأكد قوي. كده كده داخل خسران وبتلعب في ايه، في اسبانيا، فبرضه صعب دوت بالنسبة لباريس. تخش بقى بالنسبة لبرشلونة، هي برشلونة ما كانتش جامدة قوي كده، بس اللي خلاها تبقى جامدة قوي حاجتين. اول حاجة الهبل اللي كان عمال لويس انريكي يعمله في فرقة باريس سان جيرمان، يعني هو اللي خسر باريس سان جيرمان هو لويس انريكي، ده وش. تاني حاجة ان اللعيبة داخلة وهي في حالتها الذهنية الصح. عندك واحد زي اروخو كان طب، عندك واحد زي كوبارسي الراجل عنده 17 سنه بس كان طب. برشلونه كانت كويسه طبعا، بس اللي خلاها كويسه السوق بتاع باريس سان جيرمان. فهنشوف هل باريس هتقدر تقلب الطاوله ولا برشلونه كده كده كسبانه. ولو اني طبعا بيترشح برشلونه بعد اللي عملته في باريس ايه على ارضها، يعني انا كسبان 3-2 على ارضك، انا بلعب عندي وسط جمهوري وعندي اروخو وكوبارسي، فلا صباح الفل. اتشقلب لي بقى انت في الملعب شكل انت يعني انا حاسس ان برشلونه هتكسب تاني، ودوت المتوقع. خش بقى على اتلتيكو مدريد قدام دورتموند. والله انا ما كنتش متوقع ان دورتموند يحصل فيها كده، ولكن اما تشوفها في الدوري، في الدوري اللي هي مركز خامس بفرق بتاع فوق ال 20 نقطة، فهي انت ضايعة يعني. دورتموند السنة دي ضايعة، هي وصلت باي لك
للمرحله اللي هي فيها ديت. واعتقد ان اتلتيكو مدريد اتقل منها بكتير، حتى لو اتلتيكو مدريد هتلعب ماتش العوده على ارض المانيا فلا. فاتلتيكو مدريد انا برشحها، يعني اتلتيكو مدريد متوقع وبقوه ان هي تعملها. ده كان توقعي، واهم حاجه توقعاتكم انتوا ايه وبس. واخر ولا سخيرا كان معكم زيكا. انت لسه مش عامل لي سبسكرايب على اليوتيوب وفولو على الفيسبوك فانت خسران كتير قوي، يعني كفايه بقى. الحق الخساره اللي انت عمال تخسرها دي، حاول تقللها، ها ماشي.